لا لك الفضل، أنا قلت لك ما عدا الربع ساعة الأول وين الفريق كان بيان اون بلاس تاعنا، سجلنا هدف، نظن أنه ذهنيا اكتفى اللاعبين، اكتفوا أنه عندهم ان افونتاج تاع هدف، رجعوا شوية له. المنتخب الطوغولي رمى بكل قواه، يعني لازم نقولوا بكل صراحة، هو كان منهزم ومقصى، كان نهزم مقصى تقريبا، لانه غينيا الاستوائيه كانت فايزه. فازت اليوم؟ لا تعادلت فازت 2-1. فازت، كانت فايزه وتعادلت. تعادلت انا بعدين فازت. كانت هدف ل0 كنت نتبع، كان غينيا الاستوائيه 2-1. يعني المتاهلين ربما انت لما انت منهزم في ميدانك بهدف ل0 ومقصى، ترمي بكل اوراقك بكل قواك ترمي، لهذا المنتخب تاعنا وجد صعوبه من بعد في الثنائيات. زائد كما قلت بصفه عامه، انت لما تشغل بنزية على الجهه اليمنى، بنزية ماشي لاعب اللي يلعب على الجهه اليمنى، الجهه اليمنى لازم لك بوليفالونس، تقدر واحد. المباراة الوحيدة التي لعب فيها كمهاجم صريح سجل فيها هدف، ما تقدرش لما تشوف البروفايل اكزاكتو بروفايل 9 ونص، بهذيك اللاعبين عندك كثير، عندك غويري 9 ونص، عندك بونجع 9، عندك بنزية، حسام عوار تقريبا يقدر يكون 9 ونص، دونك عندك شويه ازدحام. داروا على الجهه اليمنى ربما للعمل الدفاعي، لهذا رياض محرز اليوم ما كانش يقدر يدير لك عمل دي، ربما يديرها لك ربع ساعه و20 دقيقه من بعد ينهار، لانه ربما غويري في العمل الدفاعي ناقص نوعا ما مقارنه بهذا. لهذا بنزية باش كي تدافع ب4 في وسط الميدان وحتى ب5 في بعض الاحيان، لان من بعد قلت لك احنا ما عدا الشوط ربع ساعه الاول وين كنا في المستوى وسجلنا هدف، من الصعب لازم نقولها بكل صراحه انك تلعب كل اللقاء بنفس الطريقه بنسق تاع ربع ساعه الاول. امين شنو في كل مره بيتكوفيتش منذ مجيئه يلعب بوسط ميدان مغاير، يعني حتى اليوم انت مثل ما حدث مع المدرب السابق في المباريات الاخيره. لهذا نظن لازم نقولها بكل ورشه خط الوسط لا زالت مستمره لحد. كنا نتكلموا على ورشه محور الدفاع لان مده طويله وحنا نتكلموا عده مواسم ولا عده سنوات وحنا نتكلموا، اليوم عندنا مده طويله ايضا نتكلموا على وسط الميدان. في وقت بالماضي كنا ربما يا با دوتوماتيزم واش وراء الحلول، حتى بالماضي دار كل شيء وما صابش حلول. التنشيط الهجومي يكون مليح لما يكون عندك وسط ميدان في مستوى يسجع كرات، يستحوذ على الكرات كما قال لك، يلعب دون الانترفال، يلعبوا في المساحات الصغيره في المساحات الكبيره، يعطيك كرات كوريكت. دونك حتى الان حتى الى يومنا هذا نظن في كل مره، لكن ما لازمش نتكلموا على المنتخب الطوغولي. امين قال اكيد المنتخب الطوغولي ماشي نيجيريا، ماشي كوت ديفوار، ماشي السنغال، ماشي الكاميرون، يعني معاك، لكن يبقى منتخب. انا نشوفوا اليوم المنتخبات العربيه تمشي الى ادغال افريقيا تعود ما تعودش بالنقاط. منتخب تونس خسر على ارضيه الميدان. لا باش نقول لك اليوم انا برافو اللاعبين لانه داروا واش لازم يديروا، عادوا بنتيجه ايجابيه علامه كامله 12 على 12. ما تقدرش للمره السبعه انت تتاهل متتاليه، 7 مرات متتاليه تتاهل الى تصفيات النهائيه تاع افريقيا. نظن سي با ريان دو تو، ما لازمش كل واحد نعطوا له حقه حتى ولو، لكن حنايا كجزائريين لا كجزائر كاحنا كمحبين للمنتخب نحوسوا الاحسن الافضل، نكونوا احنا الاحسن اكيد. لا لأن انا اظن ان شوف باش نكمل الكلام تاعي برك اسمح لي عماد. بالمستوى اللي ظهرنا به اليوم حتى في اللقاء اللي فات واللقاء اللي فاتوا في دوره مغلقه، من الصعب انك تمشي الى المربع الذهبي، لازم نقولها بكل صراحه. بالمستوى اللي نلعبوا به اليوم، كما ناخذوا اللقاء تاع اليوم مثلا، تلعب تصفيات نهائيه يعني مغلقه من الدور المجموعات صار ميراكل، تخرج من دور المجموعات ميراكل، تمشي الى ربع النهائي، الو تمشي الى المربع الذهبي من المعجزه من المستحيل، لازم نقولوها بكل صراحه. علي يضحك، يضحك على روحه علي. لا نضموا غير يعني الصوت خلاص، بصح عندنا ثراء في التشكيله، يعني ما نقولوش انه عندنا منتخب ضعيف، لانه فهمتك مانيش نتكلم على، قلت لك بالمستوى اللي عندنا
وانت لازم تبقى عندك استراتيجيه تاع اللعب، عندك دي زوتوماتيزم، عندك اشياء كثيره، عندك البديل، عندك ربما هو هنايا التكنيسيان تقدر في لقاء تبدل كيفاش الاستراتيجيه جو تاعك. اليوم احنا ما نشوفوش هذا الشيء في المنتخب تاعنا، ما هي با دوتوماتيزم، نلعبوا بار مومون سور دي زيكلا. رياض محرز يدير ان اكلا، غويري اليوم ولا غويري اللي دار ان ابل، دار ان كروشي اكستيريور بروفوكا ضربه جزاء. هذيك شوفوا رأي علي بن دبك. والله غير يعني احنا علاش رانا بعض التحفظ على اليوم على المستوى الفريق. انا بالنسبه لي وهذا رايي ان احنا كنا الفريق الوطني راح مرتاح، يعني قلنا نقطات نتاهلوا وما نشوفوا وجه المغاير تاع الشوط الثاني في عنابه كرة قدم على الطريقة الجزائرية كما قال زميلي ناصر، كرات قصيرة، دي باس في الانترفال، تمريرات دقيقة. هذا هو الفريق الوطني اللي أنا حابينه. على بالنا احنا باللي راهو الفريق الوطني في مرحلة انتقالية بعد الجروب اللي كان عندنا او المجموعه تاع 2019 اللي الاغلبيه اللي راهم دوك لي فواغولي وقديوره عده اسماء اللي خرجوا من الفريق الوطني. الان انا في مرحله انتقاليه، على بالنا بلي مازال كاين وقت، لكن اليوم تاك رايح مرتاح، نقطه تكفيك. الضغط راهو كامل على الفريق الطوغولي اللي لازم باش يبقى كما نقولوا احنا حي على قيد الحياة، لازم يفوز اليوم. احنا بارابور اليوم كنا مرتاحين ناصر، كنا حابين نشوفوا انه المنتخب راح يواجه صعوبات في كاس افريقيا لو يصل بهذا المستوى. بطبيعه الحال انا قلت لك باللي درك اليوم احنا الشيء اللي راهو مخوفنا هو الانسجام، طريقه اللعب، الاخطاء الدفاعيه، حتى التنشيط في وسط الميدان. نشوفوا باللي اليوم ما عدا ال 15 ولا ال 20 دقيقه فريق الوطن، الحارس تاع فريق طوغولي الشوط الثاني شفته واقيل مره ومرتين في لقطه تاع غويري وين كانت لا ترانزيسيون اللي راح وضربها في السماء. ما عدا هذه ما نتفكرش لقطه واحده اخرى عاودنا شفناه. لهذا نقول باللي شويه اللي احنا عندنا تحفظ، قلت لك على اننا الفريق الوطني رايح مرتاح ونقطه تكفيه، نورمالمون نشوفوا وجه احسن من هذا الوجه اللي بان عليه اليوم. ان شاء الله دوكا واخد النقاط المدرب ويشوف الشيء اللي ما مشاش اليوم، ما عدا كما قلت لك الحاجه ثلاث لاعبين ولا اللي انا شفتهم قدموا مقابلات نقولوا مقبوله. بوداوي في وسط الميدان، حتى الظهير الايسر وين ما عدا خطا او خطأين ايت نوري اللي كما نقولوا احنا بالدرجه يعرف واش يدير بالكره، ما عندوش مشكل بالكره، هذه هي الجمله. يلعب بن 70 ايضا، بن 70 في التغطيه، والحارس لا زال ثابتا على مستوى. في اسماء اللي 4 لاعبين بصح تاع كرة القدم هي لعبه جماعيه، واحد ما يديرش الخدمه تاعو راه يسقط لك المنظومه، يكون هناك خلل. احنا ماذا بينا ال 11 اللي يدخلوا كاع يقدموا المستوى باش نكونوا ينفورس وين كاع الفريق يخرج المقابله في المستوى.